بسم الله الرحمن الرحيم. معكم معلقكم الرياضي حسام الرفاعي للتعليق على مباراة كبيرة دون أي كلام من دوري المجموعات الأفريقية. النادي الهلال السوداني أمام النادي الأهلي المصري. في البداية أحييكم بداية الإسلام وتحية الإسلام يا السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من استاد الجوهرة الزرقاء الساعة الجماهيرية 65,000 متفرج بمدينة أم درمان بعاصمتها الخرطوم. هي دولة السودان الشقيقة. هي مباراة كبيرة دون أي كلام. متعوني يلا يا أبطال بطريقة 4-3-3. نادي الهلال السوداني بقيادة المدير الفني فوليران أبي نيجي، هو في حراسة المرمى أبو 20 رقم 29، وفي قلبي الدفاع محمد أرنق رقم 6 وعثمان ضيوف رقم 38. أما ظهير أيمن أطهر الطاهر 26، وظهير أيسر إبراهيم مورو. أما في وسط الميدان أبو عقيل عبد الله ديفيد أباجيان وولي الدين خضر، وجناح أيمن أمين ديادو، وجناح أيسر مكبي ليليبو، وفي مهاجم صريح هو محمد عبد الرحمن رقم 10. أما الاحتياطي عبد الرزاق عمر يعقوب، ياسر مزمل، موفق صديق، جون اتنين. هي مباراة كبيرة يا مان. أما التشكيل الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي في حراسة المرمى بطريقة 4-4-2 الشناوي في حراسة المرمى، في طريقة 4-4-2 في خط الدفاع قلبي الدفاع ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم، ظهير ايمن محمد هاني، وظهير ايسر علي معلول. اما على دايره السندر حمدي فتحي رقم 8 واليو ديانج رقم 15. جناح ايمن حسين الشحات، وجناح ايسر احمد عبد القادر، ومهاجمين بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. اما في الاحتياطي رامي ربيعه، محمد افشه، محمد شريف، احمد القندوسي، ومحمد اشرف. هي مباراة كبيرة دون أي كلام. النادي الهلال السوداني نادي عام 1930 أعظم إنجازاته وأعظم بطولاته وصول المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا عام 1987 أمام النادي الأهلي، والمرة الثانية كانت عام 1992 أمام الوداد المغربي. شارك في 29 مرة، وهذا المشاركة تعتبر هي 30 في تاريخ الأندية السودانية. النادي الهلال هو النادي السوبر ستار في الكرة السودانية. نادي تأسس عام 1930، وهو أول من شارك في دوري أبطال أفريقيا عام 1966. نادي حقق الدوري السوداني لكرة القدم 30 مرة، وكأس السودان 9 مرات، ودور منطقة الخرطوم 16 مرة. مباراة كبيرة دون أي كلام. النادي الأهلي بعد تتويجه بالمركز الرابع في كأس العالم يعود دوري أبطال أفريقيا. متعوني يلا يا أبطال. الكرة في منتصف الميدان وحسين الشحات، ولكن الكرة برا. القوة الدفاعية من الأراضي السودانية عن طريق الهلال السوبر ستار يلعب الكرة حلوة التوزيعة والتشتيتة، ولكن محمد شريف في التمام ومحمد عبد المنعم يوزع الكرة في الأمام. الله عليك يا أهلي، الله عليك يا هلال. هي مباراة تستحق المشاهدة دون أي كلام. النادي الهلال هو سيد البلد والموج الأزرق، وخلونا نقول عليه سيد البلد. بالنسبة للسودانيين معظم أهل السودان يشجعون الهلال، والمريخ السوداني هو ثاني فريق يعتبر من أفضل الأندية السودانية. الكرة في منتصف الميدان، التوزيع والتشتيت من حمدي فتحي، استلام والكرة في التماس بالنسبة للنادي الأهلي، وأول تسديدة وأول خطورة بالنسبة لنادي السودان، ولكن الكرة برا. حلوة الكرة يا مان، وزع محمد الشناوي. الوقت يمر والأحداث أمر وخطيرة،
والشناوي خلص الكورة برا. حلوة شناوي، الوقت يمر والاحداث ومر وانتهى الشوط الاول 0-0 بدون اي تهديد بالنسبة للشناوي ولا اي تهديد لابو 20 بالنسبة لحراسة النادي الهلال. المباراة في الشوط الثاني ستكون على صفيح ساخن يا مان. العب الكورة، التوزيعة بالنسبة للنادي الهلال، العرضية ولكن العرضية برا. خطيرة الكورة يا مان. الهلال يقول قادموه ولابد ان يكون الانتصار حليفنا في هذا المباراة. الهلال قادر على التحدي امام الاهلي ويعتبر كل المواجهات بالنسبة للنادي الاهلي الاغلبية الكبرى فوز الهلال على ارضه في وسط جمهوره، ولكن الجماهير لم تحدث لها الفرصة، لم يحدث لها الفرصة الحضور بسبب الاضطرابات الجماهيرية. الكورة بالنسبة للنادي الاهلي ضربة حرة مباشرة، كورة خطيرة بالنسبة لنادي الهلال وتعتبر الضربة الحرة المباشرة الأخطأ. ويلعب الكورة وجول. الهدف الأول بالنسبة للهلال وخطأ كارثي بالنسبة للشناوي. صعب عليك يا شناوي، الله لا يسامحك يا شناوي. كورة في المتناول يا شناوي وسهلة بالنسبة لحارس كبير مسك يا شناوي، ما يغلطش الغلطة دي يا شناوي، ولكن الكورة في المرمى. الهدف الأول يأتي للهلال والضغط في كل مكان. يلعب الأهلي الكرة الطولية والتوزيع والتشتيت بالدفاع. حلوة الهلال في التوزيع، خطيرة الكورة، العب الكورة ولكن الدفاع في الوقت والمكان. كولر في حيرة يا مان، ماذا أنت فاعل الآن؟ يا شناوي ستخسر النادي الأهلي أول بطولة. حمدي فتحي يغلط الغلطة الثانية وضرب الجزاء للنادي الهلال. والشناوي الله صد ولا أجمل ولا أروع. حلوة شناوي، الشناوي يصلح الغلطة الأولى بالهدف الأول. والمدرب الكبير يبدأ بالتبديل ب3 نجوم. أفشة ينزل يا جماعة، متعونا يلا يا أبطال، يضغط بكل أوراقه. النادي الهلال بالنسبة لنا نادي كبير، ولكن الأهلي في التوهان، ليس له اليوم أي عنوان. الأهلي غريب الأطوار. ماذا تعمل أنت الآن يا كولر؟ طريقة صعبة بالنسبة للنادي الأهلي، عدم التتويج بالفوز في أول